مما لا شك فيه ان السيد فوزي لكجع شخص ناجح جدا، كان ليه دور مهم جدا في تطوير شكل الكرة المغربية الفترة الأخيرة على كافة المستويات، سواء الأندية أو المنتخبات السنية أو الأولمبي أو الفريق الأول. ولكن يتهم أن له نفوذ، وأنه قوي في الاتحاد، وأنه يغير من القرارات، وأن الحكام أكيد. بيعملوا له ألف حساب، مهم. من ضمنها اللي هو الفوز المغرب بكأس الأمم، ومن ضمنها أيضا شكوى أخرى من الهلال السوداني بسبب لعب أحد اللاعبين مساوي حمزة المساوي، بسبب ان هو خد حاجة زي منشطة كده فتم إيقافه شهر، جه قبل الماتش بيومين فوجئوا ان القرار اتشال ولعب، فبرضه الهلال هتروح. رأيك في الكلام اللي بيتقال ده ايه؟ وهل عيبا ان ممكن يكون رجل قوي قادر ان هو يجيب الحقوق، او رجل قوي يتدخل يدافع على حقوق البلد؟ في الفيديو غادي نشوفوا اللاعب ابن القارة، لاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي سفيان العلودي. وما أدراك ما سفيان العلودي، كل كيعرف يعني اللاعب هذا اللي كان مهاجم من طراز الرفيع. صراحة الله ما سعفتوش الكرة أنه يمشي يعني بعيد ولا يحترف في الدوريات الأوروبية، ولا كان عنده مستقبل، كان لاعب كانت عنده يعني الكرة في رجليه، يعني كان هداف بالفطرة. فهذا اللاعب هذا اللي غادا تستضيفوا واحد القناة مصرية في ضيافة خالد الغندور، اللي غيتحدث معاه على واحد الملف اللي هو شائك في افريقيا، وهو التاثير ديال فوزي لقجع اللي كنسمعوه دائما كيتحارب على يعني القنوات، بعض القنوات، ماشي كنقول كلشي، بعض القنوات يعني في افريقيا اللي تهضر على فوزي لقجع والتاثير ديالو في الكاف وفي القرارات ديال الحكام والقوه ديالو يعني داخل الاتحاد الافريقي. فنخليكم تسمعوا سفيان العلودي شنو غادي يجاوب في هذا الشان هذا. في دافع على حقوق البلد ديالو، فكنظن ان فوزي لقجع اخذ زمام امور كره القدم الوطنيه في 2015 2014 كنظن 2014 2015 بقى حوالي 12 سنه. كنتكلموا على 12 سنه. كم لقب عند المنتخب الوطني لمده 12 سنه في كاس الامم بدون احتساب هذا اللقب الاخير؟ كم لقب؟ قليل جدا. ولا لقب المنتخب المغربي؟ لا انا ولا لقب وحتى على كاس العالم ده ما يعتبرش داخل القاره السمراء يعني. لا شوف، يعني الرابع العالم ده انا بعتبره لقب، اولمبياد بعتبره لقب. خلينا نتكلم على واحد قوي وقادر يتدخل في الشؤون القاره، وقادر يتدخل في قرارات المسؤولين الافريقيين. كم لقب عند المنتخب المغربي على مستوى الفريق الاول؟ ما فيش ولا لقب. ايوه بس نهضة بركان، نهضة بركان هو كان رئيس نهضة بركان بسم الله ما شاء الله الفترة دي أول مرة يظهر في التاريخ، ياخد دوري، ياخد كاس أفريقيا، ياخد السوبر. اوكي، كم دوري عند نهضة بركان؟ واحد. كيف يعقل لواحد قوي انه فريقه ياخذ دوري واحد؟ ايوه يا باشا، بس انت عندك الرجاء والوداد، وانت فاكر سهل كده تاخد الدوري بالرجاء والوداد؟ بس انت عندك في القاره السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر ما شاء الله صحيح عملاق. بس خلاص، بس مصر على فكره بقى لها قد ايه؟ لا بس ده مصر بقى لها من 2010، يعني احنا بنتكلم 16 سنه. اوكي بقى لها 2000، وصلت النهائي مرتين وخسرت. كم مره طلعت المغرب بفوز لقجع القوي من كاس افريقيا؟ مرتين. فهمت كيف؟ كيبقى واحد الاسم كبير كتلعب امامه، اللي هو المنتخب المصري بالحموله التاريخيه ديالو. كيبقى عندك داك الهاجس ديال ان راه هاد اللاعبين غيتحولوا في هاد المقابله، لان حتى هذاك اللاعب كيدخل خصو يحقق نفس الانجاز اللي حققه. بتزعل لما بيتقال ان فوزي لقجع بيأثر على التحكيم؟ فوزي لقجع عليه دور. انا اشتغلت مع فوزي لقجع، انا لعبت في نهضة بركان والله. اول ما صعد في المواسم الاولى لا صعد فيها، هو رئيس ساعتها، وكان عندي تصريح وناس ضحكوا على التصريح، وكان عندي تصريح قلت لهم نهضة بركان في يوم من الايام هيبقى فريق في سنوات قليله، فريق بيكون بطل افريقيا ويكون بطل المغرب. اتريقوا على كلامك. قالوا لي ليش؟ لماذا؟ قلت لهم لان اللي شفته في هذا نادي منظم بشكل غير طبيعي. هو السيد فوزي لقجع منظم. شوف النادي كله منظم لدرجه ما فيش ولا واحد يشتغل في نادي نهضة بركان الا ويكون من منطقه بركان. حب الانتماء لهذه المنطقه ولهذا النادي، يعني كيشوفوا نهضة بركان كاسم يسوق للمنطقه كامله، منطقه بركان. وده اللي خلى السيد فوزي لقجع يطلع من هناك على الاتحاد. لا هو كان ضمن قرار ملكي. انا قصدي يعني بسبب ان هو ناجح في النادي. اكيد يعني. هو ناجح في النادي، وحتى في المجال ديالو في وزاره الماليه، فهو حقق مشاريع كبيره وكثيره. فما كنظنش ان وكنظن ان هذه الاتهامات هذه تعرضت لها كنظن حتى جمهوريه مصر العربيه. صح. فتره من الفترات. صحيح. مع عيسى حياته صعب
صعب يعني نقيس انا نجاحات ديال منظومه كرويه كامله في شخص او في طموح شخص، ماشي حتى لان الطموح ديال فوزي القجع هو تطوير كره القدم الوطنيه. وقادر هو لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في 12 سنه غير من شكل الكره المغربيه. انا ملي عندي منتخب قل من 20 سنه يفوز على البرازيل، يفوز على اسبانيا، يفوز على فرنسا، يفوز على امريكا، وياخذ كاس العالم للانديه. ما كنظنش ان قوه وجبروت فوزي القجع اللي خلات ان هذا الشيء هذا كاس العالم للشباب. الشباب نتكلم على لا للشباب اقل من 20 سنه. انا يكون عندي منتخب اولمبي يفوز بالبرونزيه ديال برونزيه العاب اولمبيه لاول مره في تاريخ المغرب. فما كنظنش ان بس لغايه دلوقتي كاس الامم هي اللي واقفه امام المنتخب. عقبه يعني المفروض رابع العالم طبيعي ومنطقي تاخد كاس الامم وانت عادي يعني بسهوله. شوف كابتن خالد، احنا رحنا 2000 او ذهبنا 2008 ذهبنا واحنا من المرشحين، لان يعني كان عندنا مباريات فاكر كان عندنا مباريات اعداديه قبل كاس افريقيا. كنا لعبنا مع السنغال كمرشح، فزنا عليه 3-1 فرنسا، ولعبنا مع منتخب فرنسا بتيري اونري، بنزيما، سمير نصري. 2008 مين اللي خرجكم؟ طلعنا من الدور الاول. يا نهار ابيض والله كسبنا المباراه الاولى وخسرنا مباراتين ورا بعض. ده حاجه لا انتوا حظكم سيء في كاس الامم. شوف مساله مش مساله حتى حظ. النهائي ده يعني ولا في الاحلام اللي بتحصل. شوف مساله مش مساله حظ. مساله شوف ان انت احنا خلينا نتكلم على المنتخب المصري. المنتخب المصري كل بطوله يدخل عنده حموله تاريخيه، القاب كثيره. بس انا هختلف معاك، هقول لك خليني بس اقول انتوا مثلا انتوا مثلا وانت كده نايم كده بتروح رايح كاس عالم. لا المغرب بتروح كاس عالم. مصر لا نفس الشيء. مصر ما كانتش هتعرف تروح كاس عالم. انا جايك الكلام يجيب بعضه كيف تقولوا انتوا المصريين. بس المنتخب المغربي قبل ما يدخل كاس العالم عنده حموله تاريخيه ديال 50 سنه ما فاش بكاس العالم. ضغط 76 ضغط سلبي. يكون عليك ضغط سلبي. انا عشت الضغط هذا في 2008. ضغط سلبي. فزت اول مباراه ب5 بس مباراه وتمر الدور الثاني بس مباراه. الضغط سلبي بيكون. عملتوا في 2008 الدور الاول كسبنا اول مباراه 5 وخسرتوا الماتشين. خسرنا المباراه الثانيه 3-2 والمباراه الثالثه 2-0. انا عارف ليه على فكره، عشان انت اتعورت اول ماتش. لا بس انا ما كنتش بلعب خالد. انا كنت بس احتياطي. بس كانت مجموعه قويه. وشك حلو على المنتخب انت لما بتلعب. لا كانت مجموعه قويه. يعني يوم نتكلم على حموله تاريخيه ايجابيه تنعكس بالايجابي على المنتخب. تتوقع امتى نفس الشيء عندنا في كاس العالم. احنا نروح كاس العالم نقول خلاص احنا كل سنه بنروح كاس العالم، لازم السنه نفس الشيء. مش فارقه، انا عايز اخد كاس شو يا كابتن مصر العكس، قال لك انا مش عايز كاس انا عايز اروح كاس العالم. من افضل اجيال منتخب مصر اخذ كاس افريقيا وما راحش كاس العالم. بوتريكا والحضري وزيدان يعني هنا بيكون عندك ضغط ايجابي، وفي الناحيه الثانيه بيكون عندك ضغط سلبي. صحيح صعب. طيب شفتوا معايا الاجابه ديال سفيان العلودي كانت شافيه وكافيه. خلا يعني جاوبوا بسؤال، يعني قال لي اعطيني شحال يعني من لقب دا المغرب هذا اللي كتهضروا عليه، فضل يعني القوه وفضل يعني الهيمنه والسيطره ديال فوزي القجع. ما خلا ما يقول ما كاينش القاب، ما كاين والو. يعني حنا كنشوفوا المغرب هو اللي كيتصابوطا هنا في افريقيا. المغرب هو اللي كيتعرض للسابوطاج وكيتعرض للمؤامره. فشفنا اخر كاس افريقيا هنايا في المغرب ضد السنغال وشنو داروا وشنو فعلوا، وشفنا حتى نهائي ديال كاس افريقيا ديال السيدات ضد نيجيريا كيفاش داو لك الكوب من هنا في واضح النهار، جاو داو لك الكوب واحد النهائي فضيحه بامتياز. فالمغرب هو اللي كيتعرض للسابوطاج، بدليل ان القاب اللي كيجيب المغرب ولا الانجازات اللي كيدير المغرب فهو كيديرها مع لي زوروبيان. كيديرها يعني شفناها في باريس المرتبه الثالثه، شفناها في كاس العالم مع الشبان في الشيلي، شفنا يعني البطوله العربيه سكيتيو مؤخرا جابها. يعني خرج على افريقيا كيتبان يعني الثمار ديال العمل ديال الجامعه المغربيه على هذا القطاع هذا ديال كره القدم. فبمجرد ما كتجي افريقيا كتكسر الابواق. لان علاش؟ لانهم كيشوفوا بان انت غادي ناجح، وراه بطبيعه الحال اعداء النجاح فهم كثار، هما كاينين في جنابنا، ما غاديش يخليوك بطبيعه الحال، غادي يبداو يديروا لك يعني سابوطاج في اي تظاهره كتدخل لها. الفيديو ديالهم كان هو هذا، حتى نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.